خرعتونا. بدنا نولع الجو. قناة بيوتي طفشتونا. فيديو اليوم خرافي لأنه حنحكي عن شو حلوين. فبعد عمتك شيرين وعمك أوسي بعد ما خربوا الدنيا وحلبوا أم المشاهدات العزوبية وحفلة حنا وغير الدراما اللي كان عم ينحكى عنها تبعت غيث مروان وأوسي إنه بيحكوا مع بعض، وعندك أصلا بيسان إسماعيل وباسكال، وصار الورع من عزمت وشغلات كتير مجنونة عم تصير بحفلة توديع العزوبية وحفلة الحنة تبع أوسي وشيرين. حيكون معكم خيكون عزيل وحنحكي عن هاي الحفلة تحديدا، فعطيها بنزين فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الزلم والصبايا؟ رايقة صبايا بيبي كله تمام؟ ليك بداية هذا الفيديو ما تنسانا بلايك وشير وسبسكرايب وأي حاجة أي حتى، وما تنسى تنزل تحت التعليقات تعطيني رأيك بهالحفلة توديع العزوبية اللي حسيتها أنا غريبة عجيبة، ومين كان أحلى الشباب ولا الصبايا. أنا رأيي حاولوا آخر الفيديو، أنت رأيك حطني هلا بالتعليقات اللي لأنه أكيد حضرت. طيب خلينا ناخذ اول فيديو نحط لحفله الحنه، تمام، كونه احدث اصدار، وبعدها حنفوت حفله توديع العزوبيه اللي هي اصلا خارب الدنيا والدراما كلها فيها. الصراحه لبسها لشيرين حلو، تمام، هي بيضاء وحمراء واحمر وشعر اسود، طلعت وايلايت مبدئيا. أوسي هربان من باب الحارة بعد ما عمل مشكلة مع المخرز وقلعوا العقيد أبو شهاب بسبب كتير مشاكل صايرة بيناتهم بالحارة. شكله كان ينام مع أبو عصام بالدكانة. طيب أوكي ما علينا، لأنه أنا جو الحنة كله بعرفه وما بحبه الصراحة. عن الحنة كلها مطيئة. خلينا نشوف شوية قصص، نرجع على فيديوهات اللي صارت على التيك توك بسبب الدراما الكبيرة. كل شوية دراما بيطلعوا لنا بكل شيء على حفلة توديع العزوبية، ومين كان أحلى الشباب والصبايا، وبيسان وأوسي وغيث وسارة الورع وكوسة بلبن معلم الحكاية. خلينا نبلش بالدراما. غيث وأوسي اللي كلهم ضلوا يحكوا من فترة إنه هدول دايما بيحكوا مشاكل وكذا بسبب عائلة بيوتي وكتير قصص. عبطوا، تمام، عبطوا. لسه في فيديو تاني بيشيلوا الشباب وبتصوروا كلهم مع بعض، فخفوا لي هاي الحركات يرضى عليكم لأنه مليت منكم من الآخر، تمام. بس الفكرة إنه غيث مروان ما بيحكي مع بيت بيوتي أبدا بسبب مشاكل قديمة، فهيدا الشيء أكيد ما حيخلي غيث مروان يطلع مع أوسي فيديوهات تكون موجودة فيه حدا من بيت بيوتي. ولكن لقدام أنا بقول لكم أكيد في صلحة، بما إنه أوسي وغيث كتير رفقة. بحس حيصير في صلحة بينات بيت بيوتي وغيث وسارة، بس سارة لئيم يعني لدرجة إنه ما انعزمت على توديع العزوبية تبع الصبايا وما كانت موجودة، لأنه ما تركت محب. متخانة مع بيسان، متخانة مع بيت بيوتي، متخانة معي، متخانة مع أنس، متخانة مع الدنيا كلها. هاي المخلوقة بدي اسميها وحش الشاشة تبع اليوتيوب أو وحش الكاسر، مش عارف، بس ما طايق يعني، لا هي طايقة حدا ولا حدا طايقة، مش متفق مع حدا. طيب خلينا نحكي عن شيء تاني كمان بحفلة العزوبية عمل قلق. طيب كان في عنا مشكلة إنه عن جد الصبايا كانوا شوي مزودينا من ناحية اللبس، إنه كل شيء عم ينزل على السوشيال ميديا والكل شايف، ونحن كمجتمع شرقي عن جد يعني نحكي فيها كمجتمع شرقي ما كتير بنقبل يعني بهالاشياء، وبالذات إنه خي مرقص صراحة يعني فيش كذب أكتر هيك، كان الموضوع عبارة عن مرقص. طبعا انا هاي البنت ما بعرفها، اللي لابسه نص اللي بيعرفها يحط لي تحت بالكومنتات. ولكن الفكره بانه اللبس والخصوره بالفيديو كتير كان سيء الموضوع.
وسي شو وضعك؟ شيرو شغال على الكاميرا خيي، شو بالك؟ قد ما كان لازم شوي يكون في شوية حدود. بعتذر أنا إذا كنت عم بخسر الموضوع، بس عن جد طبعا أنا شخصيا ما بقبل على حالي إنه يطلع حدا من أقربائي يكون هيك الموضوع، أو أنا شخصيتي جوزتي اللي بدي أتجوزها خبيطتي ما خبيطتي كل هالقصص أنا لا أقبل. الله يبعث له طبعا الموضوع موقف على الفيديو، في فيديو تاني مقطع صغير كتير ولكن عم نشدها. ناس تخني وناس تبعني هلا ولعبت يا زهر وجهك حوال معلم مش طبيعي. شوف عن جد الفيديو كتير مؤلم. لو لعبت يا زهر وتبدلت هاي شو اسمها؟ حركة الأريير، يعني الأريير هي حركة الأريير بالفيديوز. هذه الحركة نضعها عندما نضع الأريير وننظر إلى المرايا ونرجع إلى الخلف فقط لا غير. طبعا الفيديو ما فيه شيء غير هاي اللقطة. أنا بزعل إنه عم تنحط هيك لقطات بالنسبة نحن لنا إسلام، يعني تمام. صراحة عم فيني أحكي بهذا الموضوع طبيعي، نحن إسلام هذا الموضوع ما كتير بيناسبنا، ما بحب هيدا الشيء ينعرض. أنا لو بخصني الصراحة وأوزي أنا بعده إنسان ملهم وشاطر وكتير هيك تمام، يعني بحسه كتير تمام أنا، فما كنت بحبذ هيدا الموضوع يصير. بزعل اوكي، بس انه ما طلع شي بيدي اعمله غير اني اقول لك يا اوسي this is not good يا بيبي. اوكي تعال شوف شي تاني ونحكي عن الموضوع كمان. طبعا الشي التاني اللي بدنا نحكي عنه هو بيسان اسماعيل وهي باسكال. شو القصة خي؟ مين باسكال؟ وامتى متخانقين؟ انا استغربت من الموضوع اصلا انه في وحدة بالدنيا اسمها باسكال من ضمن هاي الشلة هاي اللي مش عارف شو هي. وبيسان شو بك خي؟ اطلعي من راسي انت. تتخانق مع انس، تتخانق مع الشامي، بتتخانق مع الدنيا كلها، انت كمان صار انتشار الورع يعني. ما حدا طايق ولا طايق حدا. خلينا نشوف يعني ما في غير هي خطية ماشي حالك فيها خطية. المهم عاد بيسان وباسكال اذا حدا مغصوبين يعني غمزوا. هذا دليل انه مش يعني ما بحبوا بعض. تمثيل بتمثيل، مشاهدات على الماشي، اتكل على الله. دراما جديدة يلا. شو عم تقول شو حلوة كانوا؟ من وين لوين؟ من عن جد أكيد ما تقولوا لي من هون لهون، يعني مش حلوة أبدا، ما فيها خط. ما بدنا نشوف شو اسمه هذاك، فهمتوا كيف؟ بس إنه الفكرة إنه عن جد إنه هدول اثنين إمتى تخانقوا يتصالحوا؟ مين هي؟ مين شو القصة وكيف وشلون ووين؟ حدا يكتب لي بالكومنتات يفهمني شو القصة، لأنه أنا حاسس حالي فايت لأني. طيب خلينا نيجي لحفلة توديع العزوبية اللي صار عليها كتير مقارنة كبيرة. أكيد نحن الشباب حنكون فريق الشباب، فالصبايا أنتوا اختاروا فريق الصبايا. ما بعرف، تحت بالكومنتات أعطوني رأيكم أنتوا. خلينا نشوف الفيديو مع بعض مختصر عن كل الحفلة الصراحة. مقارنة سريعة بين حفلة توديع العزوبية للبنات وحفلة الشباب. شو حلوين. فبعد ما احتفلوا شيرين بيوتي وأسامة مروة بحفل توديع عزوبيتهم كل واحد ببيت، صار فينا نعملكن مقارنة سريعة للنهفات يلي صارت بكل حفلة. هم بفرجوكم إنه قد إيه حفلة البنات كيوت وحفلة الشباب مصارعة حرة. الحفلتين انعملوا بذات الوقت والمتابعين ما عاد يلحقوا شو بدهم يتابعوا ليتابعوا. بالمناسبة إنه هي حفلة للبنات، الشاب شو كان عم يعمل هلا مصور بيناتكم؟ ما عادش تعيدوها الحركات. في كتير شغلات عم نحكيها بس أنا هيك تلابد يعني قاعد على جنب لحد الآن. حفلة البنات كانت من تنظيم نارين وسيدرا، الكل لابس فيها أصفر ما عدا العروس. أصفر؟ شو عيد ميلاد صفيرة؟ سبونج بوب اللي عاملين له الحفلة؟ حتى البوالين والورد باللون الأصفر والبطات في كل مكان. It's all duck themed. So for those who don't know, Shireen loves ducks. أما شيرين لابس داكس. شيرين بتحب البط فبتلبس الكل أصفر. يا جماعة البطة ما لونها صفرة، البطة لونها بيضة ما أنا صفرة. عملوا بحث على البط على الجوجل، لون البطة بيضة. امتى صارت صفرة ما بعرف.
حفلة الشباب فكانت من تنظيم أمكي وأحمد، الكل لابس فيها كنزات سودا موحدة عليها صورة أسامة إلا العريس يلي لبس مثل العروس أبيض. البنات قضوها رقص لكن الشباب قضوها فعاليات ونشاطات رياضية. مثلا عن جد يعني حفلة الشباب كانت كلها فعاليات وأجواء حلوة وكل شيء. أما البنات رقص طلع إنه أوكي بنات إنه كيوت رقص هيك، بس كله انعرض على الكاميرا، هيدا كان أبشع شيء صار. كرة قدم، بلاي ستيشن، والله فعالياتها بلاي ستيشن وقصص، بينج بونج وفيشة، لعبة الأسهم والبوكسينج. أسامة ربح كأس ووقع على شهادة تخرج من العزوبية. هيدا أحلى شغلة على الواقع عشان التخرج العضوية، أي جديدة يعني الصراحة. ليكو أنا بحس آخر فترة هلا بوسي عم يعمل حفلة على سكيتي، كله كان إنه سناب شات، أوكي بفهم الموضوع، في ربح في ربح، بس إنه ما لعب على محتوى على اليوتيوب. هذا محتوى نارين، أوكي نارين نزلت، بس نارين كتير يعني. حفلة توديع العزوبية، حفلة الخطبة، حفلة الحنة، حفلة الزواج، حفلة طليبة، حفلة تأخير، شوها يعني. المصيبة إنه بيحكوا عنا نحن الجداد باليوتيوب أو لسه ما عنا مثلهم مشاهير، يعني بيحكوا عنا إنه بنحلى بأم المشاهدات. مين عم يحلو بأم المشاهدات؟ مين اللي ركض ورا المشاهدات؟ عن جد هلا نحكي شيء ضميريا، إنه أنا شخصيا حاسس إنه هن بس عم يحلبوا أم المشاهدات خلص كل شيء يعني. يلا حفلة لهي وحفلة لهديك وصور لهذا وصور لهديك، بس ما في شيء مميز بالموضوع غير حفلة الشباب. بتجنن. كانوا انتو الصبايا المقهورين من الملكة. عن جد حفلة الشباب كتير حلوة، فيها فعاليات كتير حلوة، هذا الشيء بيعطيهم نقطة لصالحهم. أما حفلة البنات كانت رقص ومهيصة، ويا ريتهم ما نزلوا الفيديوهات وخلصونا، لأنه هتكوا أعراض العالم فيهم صراحة. بس هذا كان الفيديو اليوم، حبيت أعطيكم رأيي بالطوشة كلها. الأوتفيت كان ما في شيء مميز الصراحة يعني، بحكي لكم عنه. اللبس اللي كانت لبسته هي انه ابيض والباقي اصفر، تحس حالك معلم بقاع الهامور وسبونج بوب وكذا. شوي اوسي اوكي ابيض واسود بفهمها، فكر حاله عم يلعب شطرنج، نو تروبلس خيي، عملوا فعاليات عوضوا عن الموضوع. بس هذا كان الفيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم. كان معكم خيكم العزازيل، ما تنسوا تحضر هيدا الفيديو. اما هلا سلاحف بالملاحف.